احنا وقفنا عند حاجات كتير. مفهوم الحريه محدش يعرف يشرحه لك. انا اعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، مفيش قانون يحكمني. فاتفتحت المساله بالاضافه بقى للانهيار اللي حصل للشرطه والانهيار اللي حصل في المجتمع والسجون اللي اتفتحت. الاعلام اخطا مع بدايه ثوره 25 يوليو 25 يناير. اخطا خطا كبير جدا، وانا اتكلمت ده على فكره. انا عندي ساعات من الاشرطه مسجلها، كل المداخلات والحوارات مش ليا بس. اخطا في ايه؟ ان زي ما كان الاعلام بيخاف انه يجيب سيره الحزب الوطني، ساعات كنت اعمل حوار مثلا، فحضرتك مثلا تقولي ايه، تلاقيني هعك في الحزب الوطني او في الحكومه، تقولي استاذ محمد وصلت الفكره بعد اذنك بس عشان عندنا فاصل. ما خلاص بقت بنتكلم ايه قبل 25 يناير؟ قبل 25 يناير. بعد 25 يناير تيجي ده ما يتعملش موضوع 24 انما ساعة. التغطيه الخبريه طيب دي مطلوبه. انت هتنزلي خبر زي الغباء الاعلامي، واحد كاتب على النت بيان بيدفع الناس انها تنزل تعمل ضرب ويعملوا مظاهرات ويتحركوا وعناوين المظاهرات والمكان. ما جيش انا بقى اقوله على الهوا. تبص تلاقي الاعلام يقول ايه، شفتوا احنا جبنا ده البيان ده نازل من الاخوان مثلا، وبيقولوا كذا وكذا 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 وكذا. حتى الخطبه اللي لما ابن مرسي قال لك في مفاجاه من السجن، ففي بتاع واحد سوداني قايله بصوته، قنوات كلها شفتوا جبنا لكم ايه. ده لو ابن مرسي ده جالك ودفع للقناه هنا 10 مليون علشان تروجي له الخطاب ده، يعني صعب انا اقوله خبر، اقول ان في خبر، انما كاعلام ما احطش التفاصيل يعني اللي تخدم هدفه. يعني النت ده هيشوفه 100,000 مليون، بشرط ان كل الناس بحس ووعي جمعي يقول انا مش هقدم غير ده، انا في الفتره دي عايز اقدم ده. حضرتك مقدم او عندك مبادره، اللي انا فاهماه عندك مبادره فيما يخص رفع الدعم، مش كده يا استاذ محمد؟ قلت انك مستعد انك ان انت مش عايز دعم. لا انا قلت عشان اسهل للحكومه. كنت عملت مداخله وقلت ان انا عايز عشان اسهل للحكومه، ما تيجوا زي استمارة التمرد اللي اتعملت، حتى الولاد بتوع التمرد انا بدعوهم يعملوا ده. المواطن اللي مش عايز دعم يحط الرقم القومي بتاعه، يقول انا مش عايز دعم. تسهل العينات، تسهل العينات للدوله عشان الدوله تعمل ده وتفصل. هي اشكاليه برضو، عايزه ميكنه وعايزه تكنولوجيا يعني. طب على بال ما نعمل ده مش هنلاقي مليون شريف في مصر، مليون ناس محترمه تقول فعلا انا مش عايزه الدعم، عشان الدعم يوصل للناس اللي تستحق على طريقه الجنتلمان يعني. كنا نقوم عشان التلميذه تقعد، فاقصى سعادتك ايه ان التلميذه تقول لك هات الكتب اشيلها لك او الشنطه عشان ترد لك الجميل. فحتى دي حتى بشكل رومانسي كانت شيء جميل. احنا بنتكلم في قله ادب وتحرش لا احنا كان عندنا بقول لك البصه ما نقدرش نبصها. حد يقدر على الحي بتاعنا في عابدين ولا كده بنت تبقى غريبه من بره الحته وتخش واد يعاكسها ولا يبص لها، على طول يقعد على رصيف مربع والحلاق والرجاله حواليه عشان يحلق زلبطه عشان يتعلم. قال لك ده عاكس بنت. تعالى بقى نقارن ده بالمشهد اللي احنا شفناه، والله الحقيقه المشهد المؤسف في ميدان التحرير، ودواير دواير دواير والبنت يا عيني انا لن يحل عشان ما حدش يقدر